بسم الله الرحمن الرحيم. أرجوزة في أحكام الجمعة وفق ما في منهاج المسلم. اعلم أخي أن شروط الجمع قسمان للوجوب والصحة، يقيمها حر صحيح ذكر جماعة وليس ثم السفر، واشترط البلوغ في وجوبها وبعضهم غاير في ترتيبها. لصحة الجمعة قرية كذا خطبتها ومسجد يبنى لذا، فلا تصح ما إذا المبنى عدم وقاية للجسم من أن ينهدم. تحية المسجد مطلقا ورد فيها حديث أمر داخل قعد، في عهده صلى عليه الله لا خير في من لم يخف مولاه. واذكر حديث اجلس فقد آذيت في كل جمعة إذا أتيت، قطع الكلام والإمام يخطب مستمعا إلى الإمام أوجب، أقل ما يكون حد الخطب ما سمي الخطبة عند العرب. حذار يا خطيب من إكثار كي لا تضر صاحب الأعذار، لا بأس إن تعددت مساجد بحاجة لا إن بناها الحاسد. لبس نظيف الثوب والتبكير ومس طيب قبله التطهير، والاغتسال سنة لا واجب إلا على محتلم فواجب. في الجمعات ساعة استجابة تحرها بالدعوة المجابة، تقرأ في الجمعة سورة الكهف في ليلها أو يومها ولا تخف. دل على الندب حديث الحاكم صلوا على نبينا ابن هاشم.